سولفي براحتك انت، يعني ما اسالك. اذا اكو يعني يستوجب اسالك يعني بس للتوضيح فقط. تمام ماكو مشكلة. والله طيب نرجع تاريخ 12/12/2021. زين. أنا كنت عارضة زيت مال شعر للبيع في التيك توك، وكنت أدخل بثوث أشخاص موجودين في فنلندا، أشارك الحديث يعني شنو الموضوع، أشارك كتابة يعني. كنت داخلة بث إحدى الأشخاص، وكان موجود حيدر الفيلي بالبث. زين. هذا الكلام تاريخ 10/12 أو 11/12 قبل لا يصير لقاء ويجي يبي يشتري الزيت. زين. الموضوع كان عن المطلقات أو شيء كذي في إحدى البثوث، فهو علق، فكتبت له بما أنك لبق في الحديث اطلع وتكلم، يعني إنه تكلم عن الموضوع، يعني مبين عليك لبق في الحديث، هذا عامل كلام. طلع هو تكلم وما أعرف شنو، خلصنا موضوع البث، دخل علي في الخاص قال لي أنا سمعت إنه أو شفت التيك توك إنه أنتي تبيعون زيت مال شعر وحاب أشتري، ولكن ما أبي الجزء طبعا مال الرموش، أبي بس مال اللحية، تقدرين تسوي لي خصم؟ قلت له ماكو مشكلة. الزيت ب60 يورو، سويت له خصم أخذه ب30 يورو. جاء تاريخ 12/12 عند بيت أمي، أنا أمي وإخواني موجودين في فنلندا. سوري. جاء عند بيت أمي عشان يستلم الزيت. أنا بوقتها كنت أمر في مشاكل عائلية، فكان سكني الأساسي الطربقطي اللي هو دار الأمان، فكان عيد ميلاد أمي وكنت متواجدة في بيت أمي بوقتها. فجاء هو يشتري الزيت وطلعت أنا أسلم الزيت الحيدر الفيلي، وعندي فيديو مصور على فكرة، حتى بيومها على بالنا يسوي إعلان للزيت، صورت فيديو وظل الفيديو بتليفون أمي. زين. بعت له الزيت، ظل يتكلم أنا معجب فيك، أنا مو جاي عشان الزيت، عرفت شلون أفتر ما أعرف شنو، بس شنو الشخصية، شخصية رجل أحلام كل فتاة. أنا راح أتكلم بكل صراحة اليوم وما راح ألف وأدور بأي شيء. أوكي؟ من هالكلام هذا المهم سلام راح هو ورجعت أنا لبيت أهلي. مرت الأيام، رحت يعني أنا رجعت بعد ما خلص عيد ميلاد الوالدة، رجعت لدار الأمان، فصار هو يتواصل معاي، أنا معجب فيك وأنا داخل من الباب وما أبي أدخل من الشباك وأبي أخطبك ومنو موجود ومنو أهلك، ومن هالكلام هذا صار بيني وبين حيدر. بلغت أهلي اللي هي أمي موجودة حاليا بالبث وإخواني موجودين بالبث، بلغت إخواني. صار تاريخ 31، يعني شوفوا هو اشترى الزيت تاريخ 12/12، تاريخ 31/12 نفس السنة، انزين اجا خطبني من أهلي. إذا أنا إنسانة مو زينة أنت ليش بهذه الفرصة الصغيرة يعني جيت وخطبتني؟ جاب معاه شخص اسمه هشام، كان موجود في فنلندا وحاليا رجعوه العراق، رحلوه على بنا كان ولد عمه يعني، بس بالاخير بعدين اكتشفت انه لا ولد عمه ولا شيء، انه صديق يعني من زمان عارفه من الكفاح. تمام. المهم اجى خطب، كل هذا أنا بعدني يعني لا مسوية بحث ولا أدري سالفة إنه يعني موضوع إنه الدين ومغير وما أعرف شنو، والله العظيم حتى لما سألوني أهلي إنه من الشخص اللي يعني شنو اسم عائلته، قلت لهم العابر، لأن بوقته هو كان مسجل على التيك توك العابر، فأنا كنت مفكرة العابر عائلة، فأمي ضحكت قالت لي ما في عائلة اسمها العابر يعني، حتى سألت ناس واجد. شوفوا لأي درجة إن النية كانت صافية اتجاهه هو، وهو نيته كانت يعني مثل ما تقولين صارت بسرعة. عليك نور، وهو نيته كانت جدا وسخة وبنفسه وبعظمة لسانه اعترف وقال أنا نيتي وياها من البداية وسخة. يعني شنو كان غايته يعني من اجى خطبك؟ على مود اوراق، على مود فلوس، على مود سكن، كان معدل ما ادري هل هو فكر انه ككويتية راح اقعد اضحك عليها المهم خلينا الحين جايتكم بالسوالف.
خطبنا، نشرنا. فكرته طبعا ان احنا ننشر، مبروك، ينشر عرضه وينشر مرته قدام العالم. ايه كلها فكرته تعالي نصور يوتيوب، تعالي ما اعرف شنو، كلها افكاره. اكثر مشاكلنا كانت ان انا مالي خلق اصور. ليش انت يطلع شكلك بالفيديو معاي بهالطريقه هذا؟ لان انت قاعد تخليني اكذب بشيء انا ما احبه. صح. المهم راحت الايام، جت الايام بعد الخطوبه ب3 شهور اكتشفت موضوع ان صار كنت افتح بثوث، فلما افتح بثوث يقولوا لي شلون انت مسلمه وماخذه مسيحي. هني احنا في مشاكل بيني وبينه ان احنا ما نتكلم. زين. فرديت احدى الايام قلت في البث ان انا تزوجت رجل مسلم وليس مسيحي. سجلوا البث وانتشر البث. قوم انت حيدر ادخل على امي، واذا اضطر الامر انا ما راح اطلع الحين دلائل واصوات والامور هذه، بس في من هذه الامور انا ناشرتها وفي ناس سامعينها، واذا اضطر الامر ننشرها ماكو مشكله. ارسل صوت الامي ان قولي الغدير خلي تطلع تعتذر وتقول ان انا فاهمه الموضوع غلط ما اعرف شنو على سالفه المسيحيين. هو كل دقه فيني انه شلون انا طلعت وتكلمت وقلت هو مسلم مو مسيحي. كل هذا السب والقذف وكل اللي صار ترى والله العظيم هذه بدايه المشكله. لانه قلتي مسلم هو مسيحي. قلت هو مسلم. انا مسلمه تزوجت مسلم. هذا اللي نطقته وقلته باللايف. هذا شلون انت تقولين كذي الا تطلعين وتقولين تعتذرين ولا راح اخلي ليلك اسود. هذا الفويس دزه حق منو؟ حق امي، قاعد يهدد. امي ودت لي الصوت لان انا مسويت له بلوك بوقتها، ما في تواصل. امي ودت لي الصوت فقلت لامي قولي له غدير تقول لك اعلى ما في خيلك اركبه. ايش سوى؟ راح سكر وفتح لايف 6-7 ساعات، وفي احدى الفيديوهات انتم بعد شفتوها ونشرتوها عندكم باللايف. زين. ما خلى شيء علي. يا اخي انت قعدت معي عرفتني 3 شهور، شلون انت بتتكلم بالطريقه هذه البشعه؟ يعني انسان نرجسي لابعد درجه. وللعلم كل هذا سواه ثاني يوم شو يقول لي متصل علي. انا سويت كل هذا علشان اتاكد ان ما حد يباوع بوجهك. هو شاطر بالتشويه السمعه والارتكاب، يا شاطر. والله العظيم انه ارتكب على اطفالي. انا عندي ولد وعندي بنت، ارتكب حتى على بنتي بكلام جدا بذيء. بنتي عمرها 6 سنين، يعني انت حاط راسك براس طفله الحين طالع يسولف لي بشغلات مثاليه. خلينا نكمل السالفه وبعدين ان شاء الله. المهم صارت السالفه هذه انه فتح فيني بث 6-7 ساعات، ما خلى شيء فيني باهلي باخواني، ما خلى شيء ما قاله. قال كل اللي بكبده. يعني الحين اصلا اذا بيطلع ويتكلم عني ما عنده شيء تقوله يعني جديد. خلص اللي عنده. خلص اللي عنده. زين. بعد البث هذا يعني خلاص كل واحد صار بطريق. يعني ان انا كملت شغلي، دوامي، حياتي، اصدقائي، طلعاتي، روحاتي، جياتي، كيفي. صار اللي صار بشهر، شهرين، 3 شهور. قام هو يسوي يجي عند الدوام، والفيديو هذا هم انا ناشرته، يجي عند دوامي ويظل نايم بالسياره. يا عيني حنين والله العظيم. والفيديو هذا انا نشرته، واذا هم اضطر الامر ارجع وانشره مره ثانيه، ولا حد يجي يقول لكم الكلام قديم. وترى قبل 2 سنين السوالف هذه. تو قبل 2 سنين. المهم هم بطريقته يجيب ورد وانا احبك وانا ندمان وانا ما ادري شنو، انا ونفتح صفحه جديده وما اعرف شنو، انا خجلان من نفسي وانا خجلان اباوع على نفسي وانا خجلان اباوع على اللايف. الحكيته كلش ما ينحكى وما اعرف شنو، حتى اهلي رزلوني. ومن هالكلام هذا اقنعني ان احنا هم نرجع مع بعض. لما رجعنا قال لي نشري صوره وقولي ان احنا رجعنا مع بعض. طبعا انا ما اعرف، يعني كنت مسحوره، مضروبه على راسي، مطقوقه على عيني، ما اعرف شنو الموضوع. المهم ان انا كنت يعني كل شيء مأيدته. نشرت الصوره، هم ماكو 3-4 أيام صارت مشكله بيني وبينه. رحت شلت الصوره من التيك توك مالتي، فيروحون يسالونه بحسابه هو، يقولوا له صدق انت رجعت مع غدير الفهد؟ يقولون لا اشاعه والصوره قديمه.
يعني انت قلت لي نشري والصورة جديدة بهذه الفترة اللي احنا رجعنا فيها، ليش انت تروح هم تتبلى علي بالطريقة هذه؟ زين. صارت امور واجد بالفترة هذه ال5 أيام اللي رجعنا فيها، ومنهم القضية اللي أنا رافعتها على حيدر الفيلي اللي هي قضية الاغتصاب. هذه ال5 أيام اغتصاب من منو؟ من عندي أنا. ليش انت مو متزوجه وياه ولا شلون؟ متزوجة وياه، بس كقانون فنلندا إذا الشيء مو بإرادتك وأنت مو راضي بالشيء هذا إجباري، وأنا عندي صور وأدلة حتى يعني وجهي كان مورم، إذا اضطر الأمر نطلع الصور ما طلعت. لا كمل. هم بعدها بال5 أيام هذه اللي صارت المشكلة وما أعرف شنو، صار ينزل هو فيديوهات. واحدة فيديو كان واحد سائله هل أنت مجرب العلاقة الزوجية في الهوى الطلق؟ فهو مجاوب بكل فخر، معترف على نفسه في القضية. يعني هذا أنا حاطة الفيديو هذا دليل بالقضية. زين. شوف لأي درجة الغباء اللي هو عايش فيه ويفكر نفسه أذكى من العالم. زين. المهم هم روحي أيام تعالي أيام، مشاكل روحة رجعة، رايحين جايين رايحين جايين. آخر مرة هم كل واحد بطريقة. حلو؟ زين. صارت مشكلة بينه وبين أشخاص سوريين موجودين في التيك توك، على كلامه هو يقول عنهم دواعش ولكن لأنهم سنة. زين. فصار هم يجيبون طاريه يعني، وكانوا يجيبون طاريه بطريقه مو حلوه، يعني سبوا غلط علي على بالهم انا بعدني يعني بعدني معاه بعلاقه او مرته، ما اعرف شنو كان ببالهم. المهم انا هم طلعت ببث معاهم ووضحت لهم، قلت لهم يا جماعه الانسان هذا لا يشرفني ولا حد يلزقني بمشاكله. زين. هم قوم افتح فيني بث واقذف وسوي، وهذه تسب الشيعه وهذه مع طائفيه وانا لا سابه شيعه لا سابة بلد، بعمري ما أسويها صفاء. صح. والله بعمري ما أسويها لأني ما تربيت على الشيء هذا. أنا سنة شيعة ما عرفتها وأنا إلا عمري 19 سنة. المشكلة شوفي بس ولا أقاطعك، المشكلة وين؟ يعني أنت نفس الوقت يعني أكو واحد يفتح بث بمرته، مرتك يعني مهما تكون، حتى لو عندك مشاكل خلافات طلاق طلقتها مو حلالك مو على ذمتك، مهما تكون كانت عرضك، مهما تكون على ذمتك، مهما تكون أنت رجال وهي مرة. يعني هسه أكو رجال اليوم يطلع مرته وشهر بيها، هاي مو رجوله هاي بصراحه. وهو يتبلع على العالم ودائما يدخلها، هسه بالجديد يدخلها مساله طائفيه، المذهب والشيعه وندافع. المهم كملي. وين وصلنا؟ عارفه السوريين صارت المشكلة هذه أقول لك، هم فتح فيني بث وقام يسب ويغذف، وصار يشبك مشاكلي الأخرى مع الأشخاص الآخرين اللي حاليا هم موجودين بالبث يشبكهم. فقاموا يسوون حزب. أنا لا كنت بوقتها فاتحة بث، لا طالعة أتكلم لا طالعة أسوي. قاموا يسوون أحزاب، فلان علتان، يخليهم يفتحون فيني بثوث ويسبوني ويقذفوني وأنا ما أعرفهم والله. زين. بالأخير قلت له إنه كل واحد راح بطريقه يعني، وفعلا راح بطريقه. والنهاية كانت شنو صفاء؟ آخر فترة يعني قبل سالفة العرس والمهر المليار اللي انتشر وصارت ترند. أرسل السؤال. تفضل. يعني وايد ناس تحب تعرف. يعني هو جاب الشيخ هذا صدق شيخ لو شنو؟ والله أنا اللي عارفة إنه فعلا شيخ، لأنه هو أساسا شيخ، حتى ما رضى يسلمنا الأوراق بسبة المهر. قال هذا الشيء راح يصير بذمتي وما أعرف شنو، فحتى سلم الورقة بدون ما يكتب المليار. حيدر كتب المليار بالخط إيده، ما رضى الشيخ. قال هذه خطية ويعني تصير برقبتي إذا أنت ما دفعت لها المليار. فقال له أنت لا تكتب المليار، أنا أكتبه بخط إيدي. وفعلا هو كتبه بخط إيده، خلاله خانة مفتوحة وكتبه بخط إيده. بعدين فتح بث ويقول هذا كبابتشي مدري صديق أبو صديقة جايبه وقاعد أضحك عليك من البداية وأنا نيتي كانت وسخة. الكلام ترى توه قبل 3-4 شهور، إذا اللي بيكتبوا لي تاب. زين. غايب مليار والحاضر ايش قد كان؟ على أساس كيلو ذهب. زين. أنت شفتي المليار شفتي الذهب لو شنو؟ بس حكي.
والله العظيم صراحة اشترى لي ذهب ب 1300 يورو، اشترى لي تراتشي وقلادة وسوارة وخاتم. طيب بفلوس اليوتيوب لو يشتغل هو؟ والله كان عنده كاش صراحة واجد، ما أعرف من وين مجمعهم. هو يشتغل وقاعد ما يشتغل. عايش على هاي السوالف. انت مسيحي؟ عايش على هذا السوالف، ومرات يشتغل بالأسود، يسوي كباب بالمطعم. هو اعرف ابوه كان كبابجي. الله يرحم أبوه. حجي خالد طيب. رجال انت طيب. تعرفين اهله ولا تعرفين اهله؟ أعرف أهله ومكلمة أمه. أمه مرة كبيرة بالعمر وإنسانة طيبة صراحة. هم أنا ما أحب أدخل الأهل بالموضوع ده، هو إنسان يعني. قصدي يعني انت غير هسه اليوم اي بنيه او اي ولد لما يتزوج يتعرف على هاي اخته، هاي مرت اخوه، هاي أيوة أعرف، حتى أخته أعرفها، وأنا متأكدة هم موجودة باللايف حاليا. وين اخته هاي بهولندا ولا وين؟ عنده أخت موجودة بألمانيا. لا بهولندا مو بالمانيا هسه. هذا على الكلام قبل سنتين، أقول لك إن هذا آخر خبري، أنا ما أعرف عنهم أخبار ولا قاعد. أنا ما دخل يعني صراحة بالنسوان والعرض أقول عيب. إي لا هلا ما لهم دم صراحة، لأن عباس يعني ما راضي على تعرفين عباس ولا؟ منو؟ عباس خالد تعرفيه؟ إيه أعرفه. البارحة قصي الساق طلع مرته قلعت. المهم كم يعني تالي بعدين تزوجت وخلصت هذا كل اتفاق كان ويا الشيخ، والشيخ طلع شريف. الشيخ طلع شريف. اي والله شنو قصة المخدرات اللي يتعاطاها؟ وكو فيديوهات انت مصورتها ونشرتها. هو يتعاطى يحشش، ولحد الحين ولحد هاللحظة هذه كل جمعة إذا تبون تدورونه روحوا دوروا بالديسكوات مالت هلسنكي تحصلونه، والله لا يقعد يقول لكم أنا متدين. زين، وهذا الولد اللبناني المتحول شنو فيلمه؟ أوكسانا ما اعرف اسمه. بعدين أوكسانا طلع وتكلم بالموضوع كامل اللي حصل بينه وبين حيدر، وراح حيدر هدد أوكسانا إذا ما تطلع وتعتذر وتقول الكلام هذا كله تلفيق راح أسوي وأدز عليك جماعة. هو شاطر بيدز هو خليه. هذا مسكين أوكسانا يعني إنه يعني. بس احنا بلد غدير، احنا بلد قانون، ماكو واحد يد واحد. هذا اللي أنا قلته حق أوكسانا صراحة بوقتها، هذا اللي أنا قلته حق أوكسانا، قلت لها يعني إحنا بلد قانون، روحي واشتكي لا تسكتي. هو فعلا تستقبلين أسئلة من الشباب وضاحة وقصي؟ شلون؟ تستقبلين أسئلة من عندهم لو؟ إي طبعا. تفضل وضاح. طيب السلام عليكم، شلونك هاني غدير الفهد؟ هلا خير بخير الله يسلمك وضاح. أنت طبعا احتاج ليك واحترمك من زمان يعني. بعد راسي والله العظيم. خصوص هذا الفيديو اللي دفرتيه كل ما اشوف انا اخاف من الضحك. يعني شلون تقابلتوا وشلون صورتي انت وهو ضربك وانت وخرتيه، او يعني ممكن تشرحي لنا المقطع؟ هذا الفيديو موضوعه بهالوقت كان يمكن الساعة 2 بالليل 2:30، كنت أنا بوقتها بالدوام، فهو كان ببيتي والمفتاح عنده، فصارت مشكلة بيني وبينه بالواتساب، فأنا أعرفه إن إيده طويلة وايد يبوق شغلات من بيتي، حتى أوراق مال طابعة يبوق ويودي لبيته، فما صرت أثق والله العظيم. آخر فترة صارت الثقة صفر، يعني أي شيء ثمين ذهب الأمور هذه ما أخلي قدام عينه. فتهاوشنا ما أعرف شنو، قال أنا راح أطلع من البيت، قلت له أوكي لما تطلع من البيت خلي المفتاح بالمكان الفلاني. فصارت فيني إنه ما قادرة أقعد بالدوام، خلاص إنه يعني أحس بيتي راح ينباق. فطلعت بالليل، استأذنت من الدوام، طلعت للبيت، رحت شيكت على المكان اللي اتفقنا يحط فيه المفتاح، ما لقيت المفتاح، طقيت درب رحت لبيته هو لمنطقته، اتصلت عليه قلت له تعال انزل لي الساعة 2:30 الفجر 3. بس دقيقة خلنا أحط تليفوني. اي والله عبر عشانها سؤال يقولها يضحك شلون قتلتي؟ هو ماكو قدوته، هو تصلخه براجدي يفطر. الفيديو كل شويه عيده يتكربس، ماكو يتكربس ما ادري وين خلينا نشوفه، انا خلينا نشوفه حتى يصير العلم عند المشاهدين انه لا جايبيها المرة تحكي وترتكب، والمرة من ذاتها جتي. والله وكيلك كل شيء ما اعرف ايش راح تقول. في صوت؟ واضح يعني. اوكي، فصار الموضوع اعطيني المفتاح، ما اعطيني المفتاح، هو يقول لا مو عندي المفتاح، وانا قلت له رحت ما ادري شنو اعطيني المفتاح، فهو قرب علي يبي يعني يمد ايده علي،
فانا بس طقيت هذه الطقه مال الرجل عزكم الله عرفتوها، بس لما تسوون كذي كان يشرد هو وطاح. يعني لا ضربت ولا مديت ايدي، والفيديو موجود كامل وموجود عند الشباب. يطلع الفيديو هسه. احنا من نحكي عندنا دليل اثبات، وانت عندك فيديوهات بالنايم بالسياره شلون يحشش بالمطبخ، ليش ما تطلعين العالم؟ كلهم موجودات كانوا عندي بالحساب، بس اخفيت الفيديوهات، قلت ما بيوسخ حسابي انا ترى. لا قصدي يعني ما تقدرين تطلعين هسه بالكاميرا هيك الشاشه؟ ما شلون اطلع الفيديو بالشاشة، لان بس نفس التليفون عندي حاليا. انه كل المنشورات وكلهم منشورات، يعني لو تبحثون تحصلونهم. اسرع اطلع لك الفيديو زين. فصارت امور واجد يعني مع حيدر. طلع تكلم عني ان فيني سيلان وما اعرف شنو، هو كل اللي صار فيني تسمم بالدم، وحتى الدكتور بنفسه مستعد اطلع التقرير مال الدكتور، ما يدري الدكتور شنو سبب تسمم بالدم. قال لي بكتيريا، قال لي ماكله شيء، قال لي ما اعرف شنو، حتى الدكتور محتار وياي. انزين، فاول يوم بالمستشفى قالوا لي لازم تظلين بالمستشفى، هم ما اثق اخلي اطفالي معاه بالبيت. طلعت على مسؤوليتي من المستشفى، وصاروا يجوني الدكاتره للبيت اسبوع كامل يحطوا لي ايوه. انت حكيت مالك استاذ وضحني. اي نعم. ولا اضرب يلا اضرب. خلينا نعيد الفيديو ده. اضرب يلا اضرب. وقع راح سرح. اضرب يلا اضرب يلا اضرب. تعال اضرب يلا تعال اضرب. جاي البوليس. هاني كل ما اذا شلون سوت له حتى بقى شلون سرح بقى. اضرب يلا اضرب. يلا اضرب يلا اضرب. تعال اضرب. انا بعرضك حيدر. جاي البوليس. زين. عندي سؤال الأخت غدير تاج راسي هارون. هلا اخوي قصي، تفضل. شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله الله يسلمك، انت شلونك؟ يحفظك يحفظ اولادك اجمعين يا رب. سؤال جواب. بس هذا راح تكونين يعني انت مال الله تحكيها، يعني مال الله طبعا. ايش قد انت عشتي وياها؟ هم سنتين بس متقطعين، يعني مو سنتين كاملين. حلو. هل هو شاذ؟ نعم شاذ، وصرت عنده أكثر من محادثات مع أكثر من متحول وأكثر من جاي، وجتني رسائل تنبيه بعد انتشار موضوع العرس. اجتني رسائل كثيرة بالتنبيه إنه لما كان في الكامب في منطقة أولو صار وفعل. فكنت ما أصدق، إلين أنا صرت أشوف المحادثات عنده بالتليفون. حلو. هل هو يتعاطى المخدرات؟ نعم يتعاطى. طيب نقدر نأمن به مثلا مثل ما دا يحكي شيعة وكذا، واحنا نقدر نأمن به بهذا الشيء؟ لا طبعا، لأن الإنسان هذا لا يصلح يتكلم بهذه الأمور. هو أساسا يتكلم الحين. ترى هاي كلام مالك الله ردش تحكين، مالك الله والله العظيم أقسم بالله إنه لا يصلح يتكلم في هذه الأمور هذه أكبر من عنده بمليون مرة. فخل يترك الشغلة هذه حق أهلها. كفو منك ومن الله. حق أهلها. في ناس يعني معممين والنعم فيهم يطلعون يتكلمون بالأمور هذه الدينية بطريقة جميلة بدون ما يسوون طائفية. أنا عندي سؤال يعني، ولا هو يعني كل الحب والاحترام لهن المسيح، اكو ناس هواي يعني شو سمعتهم، شلون هسه مصطفى الحجي لابس الصليب وحاط الأمة ويفشر ويسبيهم على بواني مسيحي، هاي تشويه سمعة. بالعكس المسيح ناس طيبين، والمسيح هم اصلا زياراتنا طبخنا طلعاتنا كلنا سوا. صح والله. هو ليش صار مسيحي؟ شنو السبب؟ عشان موضوع الإقامة، كان عنده مشكلة بموضوع الإقامة. أول شيء قدم إنه هو عسكري في العراق ومهدد وما أعرف شنو، وجاء له رفض. أول شيء ملحد صار، وبعدين على أساس درس اللاهوت وهذول يريدون فيديوهات، فقام ينزل فيديوهات، وحتى سوى مقابلة ويا هذا رشيد وهذا قمص زكريا، يعني شخصيات يطعنون بالإسلام. سووا وياه مقابلات معروفة على اليوتيوب شايفيه، ويعني اندرج بهذا الموضوع. هو شاطر مثل ما تقول زعيم. ايه
شاطر يعني كممثل، انسان في انفصام بالشخصيه صراحه. صراحه انا اشوف هاي مو شطاره. انت اليوم يعني يقول لك حبل الكذب قصير، فعلا. وهذا الدليل. يعني صار ملحد، صار مسيحي. العفو صفا، ما كملت اسئلتي يعني. العفو تفضل. سيد غدير، تفضل. عضو بخت نحكي صح؟ واني خالك عمك وانت على راسي. والله على راسي على راسي. حكى عليك بالسوء امام الناس والطبيج، وقال هيك يعني على شغلات المعاشره ما خلى شيء شنو يخطر على البال ولا يخطر على البال بعد، ما خلى شيء والله العظيم. يعني كلام، يعني لو يعني كلام واحد يستحي حتى يسمعه. وصلت الفكره. طيب من حظ بخت هذا الكلام مالتك؟ موجود على اليوتيوب. كفو منك. اكتبوا اسمي راح يطلع لكم كل شيء على اليوتيوب. لما هو يطق على راسه غدير الفهد باقت فلوسي عايش الجو. يا جماعه كان يطلع، انا عندي سياره بي ام 530 سيدان، حلو؟ فكان ياخذها ويطلع فيها مرات. كان يشتغل الكبابتشي بمطعم بالاسود، فيطلع يروح بالسياره للدوام اذا انا كنت موجوده بالبيت ومن هالامور هذه، او يروح مع اصدقائه والامور هذه. فاجت فتره اسمع ان هذه مو سياره حيدر، هذه مو سياره حيدر. قلت شلون يعني سياره حيدر؟ طلع لما ياخذ السياره ما يقول هذه سياره غدير زوجتي، لا سيارتي. يتكلم بصفه انه هو سيارته مالته. زين. غير كذي السبب الأساسي للانفصال الأخير هذا والشوشرة أن اكتشفت رجع معاي شهر 12 2022 وهو محمل الإكس مالته أم إلياس، حامل بشهر 10 حامل من عنده، وشهر 12 إجا رجع معاي. يعني هو متزوج وانتي مو متزوج، عنده إنسانة يجيب من عندها أطفال. يعني بدون زواج؟ شلون؟ بدون زواج. شلون هاي؟ والله العظيم بدون زواج، الطفلين اللي جو بدون زواج. ما بيعتقد الانسان هاي مسيحيه؟ اي محولة مسيحية، وتروح للكنيسة كل يوم أحد، وما زالت لهاللحظة هذه كل يوم أحد هي بالكنيسة. طلعت فضحته مره هو يجيب ابنه يمه، ابنه مو صغير فعلا. لما كنت أنا معاه كانت هي 24 ساعة تفتح بثوث وتسب وتغلط علي وتغلط عليه. اختفت بعد ما شفتها. ايه اختفت، مو رجع وياه الحين قاعد يمها. وين يعيش وين ياكل وين يشرب وغير قاعد يمها. ما عنده يعني ما عنده شقة، ما عنده اسمه رايح للأسود ما يعطونه، لأن كل ما يعطونه شقة ما يدفع الأجار، يهمل البيت وسخ ما أعرف شنو، فما قاموا يعطونه يعني الحكومة شقة، فمضطر إنه يروح يرجع ويا هذه اللي حتى بوقت مواجهتي له ان الاكس مالتك حامل ونشرت الشيء هذا باصواته، هو نكر ان هذا الطفل طفله اللي هو اخر طفل اللي هو توماس مسميه. وين شيعي مسمي توماس؟ انتوا جاوبوني، وين شيعي يسمي توماس؟ هذا رقة الهجان. استغفر الله يا رب. خالو انت حكيتي يا ام الله يستر عليها ان شاء الله ويحفظها؟ حكيت وياها بيوم اللي يجي خطب، بس هذه الاجتماعي شلونه؟ والله ما اعرف، يعني كانت الام بالتليفون لحالها، يعني ما انتبهت على اثاث او الامور هذه، يعني مجرد صار مباركه وندير بالك على ابني ومن هالكلام هذا. وصراحه الامانه امه جدا انسانه محترمه يعني. انا فقيره، عندي تصويرها وهذا فقير. والله العظيم جدا محترمه. الله يطول عمرها ان شاء الله. زين، هل كان صحيح انه انت تاخذين المرتبات مالاته؟ انت تاخذين شغله مثلا، هل هذا صحيح؟ شلون يعني اخذ مرتباته؟ ما يعني شلون مثلا يشتغل وانت تاخذين فلوسه يعني قصدي؟ والله العظيم هذه بثوثه تشهد. يوم في عنده فيديو اللي يقول انا مو عراقي، انا ايراني وراح احط علم الايران، انتم هم نشرتوه. شفناه هذا صحيح. قاعد ببيتي شفتوا الديكور اللي ورا؟ الحين افتح لكم الكاميرا واوريكم الديكور للحين موجود عندي. كفو منك ومن اهلك. حلو. هو هذا قاعد ببيتي وانا في الدوام، انا اداوم وهو قاعد في البيت يفتح بثوث ويسوي الامور هذه. كان زين. سؤال عندي، اكو فيديو عندك انت هو هم منشور ما اعرف باليوتيوب هذا، انت الساعه 3 الفجر قلتي 4 الفجر هو سكران وشايل جنطته وانت طردتيه من بيتك صح؟
صح، هذا آخر شيء. ليش طردتي؟ لأن بوقتها قلت لكم كان فيني تسمم بالدم والكانونة بيدي وصار بس موضوع دقيقة غدير، شباب بعد لا حد يقول حيدر العابر وهذا ابو توماس حتى نصير عندكم علم بعد. ليش طردتي ابو توماس غدير؟ طردت أبو توماس لأنه كان قليل أدب. والله ابو توماس يعني طلع ابو توماس وياكل وحشاش وعنده شذوذ كل أيوة. هالصفات اللي فيك وعليك عين تحكي قدام العالم وتسولف زين. فطردته لأن من سوالف العوجة يعني، وترى هذا الطردة الساعة 3 الفجر، حتى هو بالفيديو يقول لي شلون خرب على هذه الدقة الناقصة أو شيء كذي بالفيديو قاعد يقوله هو. موجود سكران صار طينه وجنته ابو توماس وتوجه بالشارع. ايه ابو توماس انطرد لانه كان يعني متفق مع شخص يبي يدخله علي بالليل، وانا انسانه كنت يعني ارفع حالي، تخيل بدال لا يدير باله علي ان انا حتى العالم لا تقولون صفاء او غدير او قصي او الشباب. قصي جاك فيديو يعني شوفنا الفيديو هذا اللي طلع. خاف غدير ما تقدر تطلع المرة. رب احلام عيني تكبر شاشتك. انت بس اطلع من حياتي وشوف حياتي شلون تصير. انت بس اطلع منها. طاقه سلبيه مو طبيعيه، والقران امراض، خمول، تجي تجيب السحوره، تجيب الامراض، تجيب الوساخه وياك، البيت كله ينقلب فوق تحت. ايه انا وحده. يلا ابو توماس توكل بالله على اقرب باص. ابو جود طلع ناقصه. ابو جود تلاحظ البيت ايش قد مرتب ما شاء الله. المهم هي البنيه دائما تكون نظيفه ومعدله وهي سؤال شبه محرج للاخت. لا اي سؤال بيت يحرج هذا لا ما يعني ما بي. سنتين انت عشت وياه يعني متقطعه، اكيد يمكن صارت علاقه اكثر من 5 مرات اذا مو اكثر. شلون طلع فتح بث وصفك بهذا الوصف اذا هو ما عاجبته انت؟ يعني شلون يوصفك بهذا اللي يعني هو الواحد من يمر بعلاقه والعلاقه ما صارت يعني ما نجحت. العلاقه قصدي الجنسيه اذا صارت من اول مره ما نجحت تفشل. هو شلون استمر وياك اذا مثل هذا الوصف اللي وصفك طلعت انت كذا وكذا؟ شلون استمر وياك لعد؟ يعني ايش قد انسان هذا انسان يعني ماكو كلمه تشفي الغليل وتنحكي عليه. ما اعرف السؤال هذا المفروض يتوجه له هو، يعني انه شلون فعلا شلون يعني انه شلون يعني انا لما كنت اشاهد البث وهو شلون قاعد يسبني ويقذفني، انا كنت موجوده بالبث اشاهد حالي حالكم. فكنت اقول هذا اللي دخلته بيتي، هذا اللي امنت على بيتي. يعني فعلا الوجيه ترى تغش مرات والله العظيم. في ناس مو بس وجهين حشاكم 100 وجه. أنا أقول يعني شنو هالجرأة اللي إنسان يحكي على عرضه حتى لو كانت طليقته كانت صديقته. يعني صديقتك أنت ما تقدر، صديقتك الإكس صديقتك ما تقدر تحكي ببث أو لأصدقائك إذا كانت صديقتك. قصي عندي سؤال طبعا هذا وموجود فيديو اصلا حاضركم اياه، وهو بعظمه لسانه يقول انا عبالي كويتيه وعندها $1,000,000 مليونين، عندها سيارات، فرغم هذا كله غدير البنيه مقصره وياه، ملابس، احذيه، عطور، كل شيء هي تشتري له. هذا الفيديو موجود. حتى سيرومات للوجه كنت انا افرق وجهها الوسخ. زين هاي الفيديوهات، هذا الفيديو مثلا مع ملابسه ترى نصها ملابسي، والله فقير ما عنده مسكين، والله يدور وحده تصرف عليه. ايش فيكم قبلي انا بس قبلي انا بنتين داخل عليهم يبي يسوي معاهم محتوى على اليوتيوب بدون ما اذكر اسمائهم لان ما لهم ذنب بالسالفه البنات. فمن يصرف على الثاني؟ انت شنو جبت لي؟ غير طبعا الشبكه اللي انت غصبا ما عليك تجيبها. المهم شنو جبت لي؟ عطر؟
غدير ايش قد صرف عليه تقريبا انت؟ هو لا شغل ولا عمل لابو توماس. هو ايش قد صارف علي؟ انت ايش قد صرف عليه؟ هو منين له في الزباره؟ اي انا عشان شي استغربت من السؤال. والله ما حسبت صراحة، أنا من النوع من الناس اللهم لك الحمد ربي رازقني، لأنه مو من النوع اللي أحسب الفلوس وأقعد وأخش وكذي، لا لا لا، اللي عندي أصرفه. عرفت شلون؟ فهو شنو كان يسوي؟ كان ياخذ معاش عاطلين عن العمل في فنلندا، كم المعاش 800 يورو 750 تقريبا كذي، ياخذ المعاش هذا وأنا معاشي 3000 يورو. زين. انزين، فكان ياخذ معاشه يدفع فواتير، اكثر شيء كانت تجي له الغرامات مال السيارات والامور هذه، يدفع المعاش كله على الفواتير. اجي اقول له زين انت شو راح تعيش يعني، شو راح تاكل، شو راح تشرب اذا انا مو موجوده؟ ها والله صح كلامك ما فكرت بيها. ويقعد الشهر كله اكل وشرب على غدير الفهد. زين وتوماس من ياكل شربه؟ ما يدري عنه توماس، ما كان معترف فيه، كان يحلف ويتكفر انه مو ابنه، وكان يتصل حتى على هذه ام توماس يقولها ما راح اعترف بالطفل، وهذا الطفل مو طفلي، وموجودات التسجيلات وكانت مشهوره بحسابي. والله العظيم انه كان يحلف، يعني انا مستغربه انه شلون طريقه كان يحلف لي ان هذا الطفل مو طفله، وانه هو لما كان يروح يشوف ابنه الياس ما صاير شيء بينه وبين الاكس مالته حتى اثناء زعلنا على اساس. بس شلون المرأة حملت يعني من الهواء جابت توماس؟ والله ما اعرف. زين سؤال بخصوص الديانه مالته حاليا، هسه هو شنو يعني بالدوله مسيحي لو مسلم؟ والله بالدولة أنا ما أدري إذا هو، بس اللي أنا عارفة إن الشخص لما يكون مسيحي إنه يتسجل الشيء هذا في صفحة المحكمة الخاصة مالته. هو فيكون مسيحي يعني بس قلبا مسيحي ملحد، والله حتى إحنا ضعنا. بس حلو. ولو توماس بوتس بعقب من يكبر، هذا توماس لو لا؟ هذا لا، هذا ابن إلياس. هذا الأول هذا شنو يجيب والله زينا صفر ما عنده فلوس حلاق دائما، شايف انا احكيات بالتليفون. بس سؤال، زين هسه هذا يعني لا متزوج بعقد لا بدين لا بكل شيء، شلون يخلف؟ وهذا يعني الطفل شنو ذنبه؟ هي المشكله مو بي، هو الرجال يريد يجي وش اسمه ام الياس الصايره مسيحيه. هذيك خطيه، ذيك هم فقيره هم يعني ما لها ذنب. مو يقول لك من الظلمه الى النور. ينتقل هناك باوروبا المسلم يصير مسيحي حتى ياخذ اقامه، ويقول لك الحمد لله انتقلت من الظلمه الى النور. زين هو عنده فيديوهات العالم ما شايفيهن، جاب ناس من الاسلام سووهم مسيح. زين هسه شنو ذنبهم ذولت اللي ورطتهم؟ صح والله العظيم، لأن حتى لما رجع مسلم كانت تجي تعليقات إن أنت ورطنا وإحنا صرنا مسيحيين بسبتك وأنت رجعت مسلم وما أعرف شنو، كان يضحك على التعليقات وأنا كنت قاعدة يمه، يعني ما حد قايل لي الكلام. زين هسه هاي شنو ذنبها؟ هاي الشباب مثلا انت اليوم الناس مسلمين سويتهم مسيح، انت شنو ذنب هاي الشباب؟ انت اكو حرام اكو رب عالمين اكو حلال؟ انت ما متابعه من زمان، اقوى ضربه ضربها من الاخوه المسيحيين، سوى موقع ما ادري وين بحيث يحولون عليه فلوس، هذا الموقع تبرعات المسيحيين افريقيا. زين غدير صدق انه وعلى فكرة كان يعني يجمع فلوس يعني تبرعات، كان عنده فاتح جمعية. هو ليش غيران من عندكم من بسطيتكم؟ خلنا أقول لكم أنا السالفة. هو كان عنده شو اسمه جمعية إنسان فاتحة على اليوتيوب، يحول $500 مثلا للسويد أو حق لبنان، عنده شخص هناك ينتظره يحول له الحوالة، الشخص هذا يشتري شوية أدوية شوية طماط شوية خيار يحطهن بعلاليق ويروح يصور العالم ويوزعهن، ينشر حيدر الفيديوهات هذه ويقول عندنا جمعية وما أعرف شنو هذا الباي بال وتبرعوا وما أعرف شنو. فبدال ال500 هذا اللي هو دفعها يجي له والله العظيم بعظمة لسانه يقول يوم من الأيام قعدت من النوم لقيت 41,000 يورو بالباي بال. هاي من خلاه بالشاشة؟ هذا من خلاه باليوتيوب جمعية الإنسان. زين شنو مسيح افريقيا؟ يعني طاهم فلوس لو اخذن له؟ لا عاد عندي أوراق. لا هو حتى ينصب على العالم ايش بيه؟ يا جماعة عندي أوراق الحوالات اللي باسمه اللي هو محول واللي محول لهم، ما أدري ليش في ناس هو محول لهم، يعني يا ريت أتمنى نطلع اسمائهم يعني يقولون لنا ليش مستلمين من حيدر حوالات.
زين ابو توماس هذا مو متغلطون، قلت لكم مسلم على مود شنو؟ دقيقه يدقون عليه. شاف شر لسانكم الزفر، لسانكم زفر ادب سزي. هذا زي القصي ابو احلام طلع عندنا الفيديو هذا مال ابو توماس. قصي بالك كم يخلي عيني عفوا التليفون جاك فيديو طلع لي بالعمل احنا ما وقت حنيه. خلينا نشوف ابو توماس ايش راح يحكي بهذا الفيديو. زين مو متغلطون، قلت لكم مسلم على مود شنو حتى تشاف شر لسانكم الزفر. لسانكم زفر ادب سزيه، بس تشوفون واحد مو من عندكم تسبون عربه وتسبون اهله وطلعوا من طيز الكلب ادب سزيه وللشارع. قلت لكم رجع المسلم بس دا تشاف شركم. رجع مسلم وشنو باك فاير شنو التم؟ يابا اني احكي بالقران الكريم، احكي بالقران الكريم واحكي بالتوراه واحكي بالانجيل، بس انا ما اؤمن بهن. هذه كتب خرافيه، هذول يضحكون عليكم. لا اكو شيء اسمه نبي ولا اكو شيء اسمه الله ولا اكو شيء اسمه رسول ولا كل هاي كلها كلاوات، والله يضحكون عليكم. زين لك هو الله لو عنده رحمه يسوي زلزال يني شفت العالم؟ هاي ايش بيك انت؟ يا ابن عمي انا ما غشك والله العظيم. انتم تريدون واحد يحكي وياكم يتملق، تريدون واحد يتلوق لكم. انا ما اتلوق لكم، انا احكي لكم العدل وروح ابويا. كل الاديان كلاوات، اي واحد يترك الدين خطيته برقبته. زين كل كلاوات وضحك على الدقون، الشيوخ يضحكون عليكم، قساوسه يضحكون عليكم، حاخامات يضحكون عليكم. ما شارك شيء اول شيء نشارك. هسه راح انزل فيديو اقول يابا انا رجال، هذه عقيدتي، اللي يعجبه يعجبه، ما يعجبه خليه يضرب راسه باكبر قندره.